اخيج عيدان هم يدعو فينا؟ لا خيان سوي عفوا لا يشوفون حتى ساعة من يجلس ولا مستحق انا ماكو بودي هذا لا يشوف وانا مريض. رغم قساوة الحياة اللي جاي يعيشوها الأخوين اللي عمرهم تجاوز 70 عام زينب وعيدان يعيشون ظروف معيشية جدا صعبة، لكن صفات الأخوة في أبرز سماتها. تعالوا خلينا نشوف قصتنا الإنسانية اليوم من قضاء غماص محافظة الديوانية مع السيد فارس الميالي. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما ذكرنا لكم أن القصة الإنسانية اليوم يعني حقيقة مختلفة بعض الشيء ما بين زينب وأخوها عيدان اللي يبلغون سيدنا أكثر من 75 سنة أعمارهم. صحيح. وهذه القصة سيدنا قصة غريبة بين هم، سبحان الله شلون الله هاديهم واحد للثاني وباقيين ما حد عارف الثاني ولا واحد زوج. سيدنا بشكل مختصر احكي لنا عن هذه القصة مع عيدان وزينب في قضاء غماص. نورتنا سيدنا الله يحفظك. حياكم الله بمدينتكم الثانية غماص واهلا وسهلا، وطبعا اشكركم على مواقفكم ودائما انتم تنقلون الحالات او الناس اللي محتاجة للاعلام. طبعا دول الناس مثل ما جاي يشوفون دول الناس بسطاء يعني من عائلة متواضعة، وهم مثل ما جاي يشوفون هي الحالة تحكي، يعني ماكو داعي اني احكي واوضح للناس. احنا البارحة جينا وانتم مثل ما شفتوا وانتم اليوم تفضلتوا حتى تشوفونهم. الله يعني ناس وضعهم كلش تعبان، امكانيتهم هم ناس مرضى، يعني بس دول الاخوة ما عندهم معين، وشوفت عينكم بعد غير واقع بيتهم. شوفت عينك يعني هاي العائلة منكوبة تماما، نريد نغير الواقع تماما. بنفس الوقت نحتاج واحد يخدمهم مثلا من الناس المقربين، ذول ناس كبارية ما يقدرون. انا من الله شو اسوي؟ هاي تسوي فلوس. لا اللي تريده من الناس احكي. كل شيء احنا كل شيء ماكو، بس الرعاية وهاي هي كل شيء ماكو ابد. واحد والثاني الخي وهذا هوي نسيان، يعني المرض مأثر بهم خطية. فإن شاء الله هاي مناشدتنا لأهالي الخير في جميع محافظات العراق وجميع أهالي الإنسانية اللي يشاهدوننا، وجميع كل يعني إنسان بذرة خير ومنفعة للآخرين بأن يساعد هؤلاء المساكين اللي هم حجي زينب وحجي عيدان اللي أعمارهم أكثر من 70 سنة. فسيدنا قبل أن نختم كلمة توجهها للناس اللي يساعدون. اكو فد موقف استاذ احمد انت شفت، هي تقول انا ما راح اعوف اخوي وراح اكون خدمته وهو عمرها وضعها وهي تعبانه. نعم. فاحنا من خلال هذا التصوير مالكم وقناتكم نناشد الناس اهل الخير، لان ذول ناس كباريه يعتبر ابوك اخوك والدتك، نريد نوقف لهم، نريد نغير واقع حياتهم، نريد نعيشهم هاي الفترة عيشة كريمة يا والله، عيشة كريمة هاي الفترة اللي باقية من عمرهم. وإن شاء الله الناس الخيرة ما راح يقصرون إن شاء الله. وحياكم الله مدينتكم. هذا المنشور إن شاء الله راح يكون بالأرقام الخاصة لسيد فارس الميالي، كان هو المسؤول الأول عن هذه الحالة والقريب عليهم. فإن شاء الله أهل الخير اللي يحب يتبرع الأرقام الخاصة والماستر الخاص يعني بسيد فارس راح تكون موجودة.